كنز فرايد تشيكن، وده اول مكان يعمل الفرايد تشيكن صواني واسعاره ما تتصدقش. ده اجمد محل فرايد تشيكن محلي، ومش هقول بديل كنتاكي عشان ده المفروض يبقى اساسي، والاسعار عنده بتبدا من 55 جنيه. انا مش عارف ايه الجمدان ده. ونبدا بالعروض على طول. وانت متخيل ان 55 جنيه هيجيبوا لك الجمال ده؟ ساندوتش برجر تشيكن مع كول سلو وبطاطس ب 55 جنيه بس. طعمه حلو بس زود 20 جنيه وبدله بستريبس هيبقى احلى. بعد كده السنجل بوكس وما ادراك السنجل بوكس ده ب 75 جنيه، وبيبقى عباره عن قطعتين فراخ وكول سلو وبطاطس وعيش، وحجم القطعتين كويس جدا، والكول سلو عندهم مزيكا واحلى من بتاع كنتاكي كمان. نجرب بقى الحاجه الاساسيه اللي احنا جايين عشانها ونفتح بقى الفراخ كده. وبجد هم اساتذه فرايد تشيكن قوي، متخصصين فيها جدا يعني. جربت الدبوس برضه عشان اتاكد من نظافه الفراخ وهل في زفاره ولا لا. زي ما انت شايف كده الفراخ نضيفه مستويه تمام، مفيش اي زفاره، كله تمام. وعملت الساندوتش المحبب لقلوبنا كلنا، اللي هو بنفتح فيه العيش اللي جاي مع الوجبه، نحط فيه الفراخ ونحط فيه البطاطس ونحط فيه الكولسلو ودوس يا اخي. ايقونه عندنا كلنا يا جماعه، لازم يبقى جامد. مزيكا من هنا الصبح. بعد كده الباستا بوكس وده ب 95 جنيه، قطعتين فراخ وطبق مكرونه بالصلصه من اللي قلبك يحبها. حتى البرزنتيشن بتاعتها تفتح النفس، وافتح لكم الصوت دلوقتي عشان تسمعوا الفيديو. حرفيا قلبت المكان، ودي فكره كرييتيف اول مره اشوفها. ولحد ما بدات اكل كانت لسه بتدخل. وهنتايه كده هم اصلا برضو متخصصين في المكرونه. والبوكس ده قيمه مقابل سعر جامد قوي. وعرض الدبل بقى فهو سندوتشين وكول سلو وبطاطس ب 109، وعلى عكس ما هم متخصصين في الفراخ والباستا بس عندهم برجر حلو برضو قوي. ونخش بقى على ليفل الوحش، ومن كتر ما هي جامده مش عارف اصورها لكم منين ولا منين، ولا صور بكبكه المكرونه ولا الشيش ولا السمبوسه ولا المشويات. تقيلة أوي. دي اسمها صينية الملوك يا معلم، وفيها فرخة كاملة مشوية، وكمان 8 قطع بروست فرايد تشيكن، لسه كتير لسه واربع اسياخ شيش طاووق بتدوب في البوق، و8 قطع ستريبس فريش مش مجمد. ده انتي صينية ملوك جدا. وباستا كاجون صايعة قوي، جربها عشان تفهمها، بس جمال ودلال بجد. و8 قطع سمبوسة متروسة جبن، ودي أول مرة سمبوسة في أي مطعم تعجبني. وكيلو رز بسمتي. صينية الملوك ب 990 جنيه وتكفي 8 أفراد وزيادة. والمكان هو كريسبي ميلز، وليه فرع في شبرا وفرع في مدينة نصر.